5 نصايح معنوية مهمة هتغير تفكيرك وتخليك جاهز جدا معنويا للامتحان. انت داخل اي امتحان حط هدفك 100%، لو ما جبتش 100% هتجيب حاجة قريبة جدا ل 100%. 2، ما تشيلش نفسك اكتر من طاقتك، اعرف ان انت عليك السعي، عليك استغلال كل دقيقة، وعليك ان انت تطور مهاراتك. النتيجة دي مش بتاعتك، النتيجة دي بتاعت ربنا. 3، اعقلها وتوكل واحسن الظن بالله، افتكر الله عند ظن عبده به، فاحسن الظن بالله تنال حسن ظنك باذن الله. 4، حسن علاقتك مع ربنا. لو انت بتعمل معاصي، ما بتصليش، فايتك اي حاجه بينك وبين علاقتك مع ربنا، مأثر معاه باي شكل من الاشكال، اعرف ان امرك كله بيد الله. لو هو مش كاتب لك التوفيق والنجاح، مهما ذاكرت ومهما عملت مش هتتوفق ومش هتنجح، فدي انسب فرصه تفتح صفحه جديده مع ربنا. 5، اسعى على قد ما تقدر، وادعي كتير جدا، وافتكر ان ليس الانسان الا ما سعى، والدعاء من ضمن السعي. افتكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يزيد في العمر الا البر، ولا يرد القدر الا الدعاء. ادعي دلوقتي، دي فرصتك. لو الفيديو ده عجبك واستفدت، شيره علشان يلحق يوصل لكل اللي في الثانويه العامه، وعلشان غيرك يستفيد. الدال على الخير كفاعله. ولو ما سمعتش الفيديو الاولاني 10 نصايح في 100 ثانيه لتحضير لاي امتحان، انصحك جدا تسمعه لانه هيفرق معاك كتير. سلام عليكم.